الحقيقة يا جماعة لو تأملنا سورة الإخلاص هنلاقي حاجة عجيبة جدا. إن سورة الإخلاص، طبعا سورة الإخلاص من قصار السور، هي كلها 4 آيات. هتجدوا أن اسم الله الأحد لم يأتي في القرآن كله إلا في سورة الإخلاص، وأن اسم الله الصمد لم يأتي في القرآن كله إلا في سورة الإخلاص. وده شيء عجيب جدا. لما دعا رجل يوما بهذه السورة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال رجل يوما: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. السورة عجيبة. الحقيقة يا جماعة لو تأملنا سورة الإخلاص هنلاقي حاجة عجيبة جدا. إن سورة الإخلاص، طبعا سورة الإخلاص من قصار السور، هي كلها 4 آيات. هتجدوا أن اسم الله الأحد لم يأتي في القرآن كله إلا في سورة الإخلاص، وأن اسم الله الصمد لم يأتي في القرآن كله إلا في سورة الإخلاص. وده شيء عجيب جدا. لما دعا رجل يوما بهذه السورة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال رجل يوما: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. السورة عجيبة.